كده. مساء الخير على حضراتكم متابعينا متابعي كده لايف قناه القاهره 24. الحقيقه ان انا ما بظهرش دايما في لايفات، لكن النهارده اللايف بتاع لايف مهم جدا، فحبيت اكون موجود داخل اللايف وداخل المشهد عشان كمان اقدر اتناقش مع ضيفنا العزيز النهارده. احنا معانا الشيخ محمد ابو الحمد. صح كده؟ تمام. الشيخ محمد ابو الحمد حد من الناس المعروف في محافظه بورسعيد في المعالجه بالقران الكريم فقط، لا يعالج الا بالقران الكريم والسنه النبويه الشريفه. امبارح كان في محافظه بورسعيد كان في عندنا حاله من الجبل وحاله من الفزع وحاله من الرعب. واحد لقى كيس موجود فيه 50 سحر على شاطئ محافظه بورسعيد وتحديدا على شاطئ مدينه بور فؤاد. احنا النهارده مع الشيخ محمد هنفتح الاسحار، لان الاسحار كان فيها حاجات غريبه جدا. الناس من امبارح في حاله فزع، الشيخ محمد بيجي له مكالمات وبيجي له اتصالات والناس عاوزه تعرف ايه حكايه الاسحار والاسم موجود ولا اسمه مش موجود وايه اللي حاصل، لكن الاسحار الحقيقه فيها حاجات مفزعه. هنفتحها على الهواء، هنقتلها على الهواء، ده بفضل رب العالمين. شيخ محمد يعني في البدايه كده بس خلينا نعرف الناس لحضرتك الاول. حضرتك الله يبارك على مشتاق 24. لا ده انت شرفت لنا ان احنا نكون موجودين مع حضرتك النهارده يا حبيبي. حضرتك خليني اقول لك ان انا طبعا بعد ما كان في بينا مكالمه سالت وتاكدت الشيخ محمد يا جماعه قال لك رجل ربنا سبحانه وتعالى وهبوا العلاج بالقران والسنه. احنا يا جماعه بنصرحها بشكل واضح كده ولا كده، الناس قالت لي كده كان الراجل بيعالج بالقران الكريم والراجل يعرف اكتر. فقول لنا كده بدات الموضوع من امتى قبل ما نبدا نفتح الاسحار بقى ونوري الناس المصايب اللي موجوده دي حقيقه دي. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. والله يا استاذ ايمن الواحد دايما كان يعني يشيل هم الناس يعني. فكان انت عارف طبعا موضوع الشغف بتاع موضوع الاسحار والجن دوت شاغل ناس كتير اصلا. يعني من صغرنا واحنا نسمع الموضوع ده، واحده بتسرع، واحده بتصوت، حد عامل لحد سحر، فالناس عندها فوبيا السحر ده. فانا انشغلت بآية ربنا سبحانه وتعالى، شفت مقطع فيديو لامرأتين كده بيتعالجوا وكانوا بيتشنجوا جامد، فالامر ده خطر في قلبي يعني. فقلت يعني دعيت ربنا كده الامر دوت يخلص ازاي؟ فالله المستعان. فدعيت ربنا سبحانه وتعالى، فدعيت ربنا ان يعني الناس دي بتتعالج ازاي؟ موضوع الجن ده موضوع خفي عننا، ازاي نتعامل احنا معاه؟ هو خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هم مالناش دعوه احنا بالجن، هم عالم ونحن عالم. فدارت الايام ومشيت في الازهر وتعلمت علوم شرعيه في الجامعه الازهر في باقي الازهر، ونزلت اتعلم وقربت اتخرج يعني الحمد لله. فربنا مكنني في هذا الامر وجعلني الازهر. ربنا الازهر هو ازهريه طبعا ده اساس. هو انا مش ازهري التعليم ولكن ازهري الدراسه الان. فانا ادرس في الجامعه الازهر في الرياض الازهري وفي المرحله التخصصيه الان. فالحمد لله رب العالمين ربنا جعلني في هذا المكان بيكون سند للناس وعون للناس. ولذلك على صفحتي كنت بحذر الناس من شغل المشعوذين والدجالين، لان كانوا بيستغلوا الناس نفسيا وماديا وكل النواحي يعني فاهلكوا الناس. فدي كانت المبدا بتاعي ان انا نساعد الناس، والحمد لله ربنا وفقني في هذا الامر. لذلك ربنا زي ما انت شايف سبحانه وتعالى بيجيب لنا الحاجات دي في ايدينا. مجموعه الاصحاب دي ممكن طول العمر حد يدور عليهم عشان مثلا يجيب حاجه زي دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ان دي اسحار دمرت بيوت دلوقتي وخربت الشركتين اللي موجودين قدامنا دول. ايوه شنطه واحده انا وزعتهم كده، اللي كانت حاجات مفتوحه. في الناس بيوتها خربت، وفي الناس اتطلقت، وفي الناس مرضت، وفي الناس حصل لهم طبعا بالاذى. لان انا بعالج كل ده بيجي لي اللي واقف في شغله، بيجي لي اللي واقف في عمله، بيجي لي اللي انفصلوا، بيجي لي اللي ناس قتلت، ناس ماتت يعني. في ناس كده وكانت السبب ده، بس ده كل ده بعد اذن الله، وانا اقول بضارين بهم الا باذن الله ونعم بالله. طب خلينا نفتح بقى الاسحار بتوع الاسحار طبعا من ساعه لما دخلت انت ما فتحتهاش. لا هو نبدا في الاستاذ ياسر اللي عمل مقطع الفيديو عشان ده عمل مشكله. فانا طبعا نزلت وقدمت لان انا شفت حاله فزع من الناس. هو طبعا عامل الفيديو بطريقه، هو كان في حاله ذعر، هو كان مفزوع يعني تقريبا البورسعيديه كلهم او مصر كلها شافت هذا المقطع، كان في حاله ذعر وكل ده اسحار. انا الفيديو خطفني باساس الحق الناس من الذعر، كمان انا بحب اقول بالناس وخصوصا من اهل بلد البورسعيد يعني ما بحبش حد يفزع ولا حد يضحك عليهم في حاجه. فانا بين امرين، بين الامر ده جد فعلا وبين ان انا شاكك. كنت لسه مش متاكد بقى ان الموضوع بجد ولا لا. حضرتك تخش دلوقتي تقول لي اظهر وبتاع وتعلق على كل الفيديوهات اللي موجوده. ده اللي زي شك لما دخلت على طول، كل الناس طبعا تعرف منيشن الشيخ محمد ابو الحمد لله. حتى انا دخلت على طول بقيت اعلق على جميع المواقع اللي نزلت الفيديو اتمسح. ده اللي عامل لي شك ان ممكن حد يكون بيستغل الناس او يستفزهم، لان الامور دي سهله يعني. من ساعه ما قلنا الامر ده امبارح الناس داخله تقول لي اسمي موجود واسمي موجود، حاله موزعه ده كل واحد خايف، كل واحد من العصفورين، كل واحد من العصفورين. فالروايه الروايه كده مش عارفين حقيقه ولا مش حقيقه. هي الروايه معايا كلها، الامر سهل الشنطه معايا. لا كنا بنتكلم عن روايه اصحاب الشنطه.
اصحاب الشنطه اللي احنا حكيناها قبل الهوا، متاكدين منها. نعم. سبحان الله، انتم برضه يعني ربنا يجعل على ايديكم الخير. واحنا بادئين ده الاتصال ان اصحاب الشنطه دولت، طبعا احنا لا هنذكر اسامي ولا هنعمل ارقام لان هم ما لهمش صله، انما في شخص مات عندهم مثلا، حد مات عندهم فهم بيقلبوا، حد كبير في السن بيقلبوا في الحجره بتاعته، تلاقوا مجموعه الاصحاب دول ولا يعرفوا بقى، هم يعرفوا ان له حال، وده اللي انا بحذر منه يا استاذ ايمن، له حال كده يقول لك ده بتاع ربنا ولا حاجه، فبعد ما مات الحال ده طلع مساحر. لذلك ده بقى اللي احنا بنقول اللي يقول لك انا ليا كرامه، هو طلع ساحر في الاخر. فلما جميع الاصحاب ديت من الحجره بتاعته، الشخص اللي مات ده في الحجره بتاعته ولموها، فقالوا نعمل فيها ايه؟ ده دليل ان هم ناس كويسين يعني ما لهمش الكلام. والحمد لله رب العالمين وصلت بقى للاستاذ ياسر اللي شافها، هو قال يذكر اسمي بس لانه خايف يعني، ما قلت لا ما تخافش، هو موجود بس راح يعرف ان دي التفصيليه دي. فالحمد لله رب العالمين جابرين، مع ان انا كنت حاد في الفيديو، بس كنت يعني قلت مش هحسن الظن في الشخص يعني الفيديو، بس برضه من الاصحاب دي انا مش عايز حد يستغل حد. خلاص اصبحت في ايدينا دلوقتي بقى الجريمه، في ايدينا نفتح بسم الله. احسن دي في جزئيه توعويه برضه هنقولها للناس اسئله. اولا الواحد طبعا لازم يبقى مواظب على فروضه واذكاره لحدوث اي شيء حتى العلم يعني، فربنا سبحانه وتعالى بالاذكار يحصنك. دي رقم واحد. رقم اثنين احنا عايزين نطبق الناس وعايزين نعرف الناس تتعامل ازاي في حاجه زي دي، لان ده الامر ده وارد، لان دول اسحار شديده جدا يعني. ماشي، وان شاء الله هنكتب هذه الاشياء بالطريقه اللي هي سبحان الله الطريقه الشرعيه اللي هي تبطل بيها. احنا يا جماعه كده دخلنا في الجد، في الاسحار، وهنشوف جوه الاسحار دي موجوده ايه، لان موجود فيها اسرار. ده بيحصل لاول مره على هواء مباشر، وده حقيقه كده الكميه نفتح. بس اللي انا عاوز اقوله للناس برضه، الشيخ محمد يأيدني، ما تخافوش لان في ربنا. مهما كان في ساحر ومهما فعل الساحر ربنا يفلح الساحر. الله حيث اتى الله. بس ربنا سبحانه وتعالى اقوى، والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لما نفتح الاسحار ونشوف فيها ايه الشر الكبير اللي محطوط جواها، وربنا يدخل باذن الله ويجري الخير على ايد الشيخ محمد باذن الله، والناس ما تقلقش. الله يبارك في عمرك يا شيخ. فلذلك احنا سريعا هنا بفتح كده، لان كان في حاجات مفتوحه بالامس فعلا، يعني في حاجات كانت جايه كده مفتوحه بالامس، الحاجات ديت اصلا يعني هو تقريبا الاستاذ ياسر فتح عشان يعرف، عشان كده هو صار حتى على الهواء يعني هو فاتح فعلا وعامل ورقه وقال لي اللي خلاني اللي هو النجمه ديت اللي كانت ايه، اللي كانت الباقي، ففي حاجات مقفوله كده، دي حاجات الورقه دي فيها كتابه، دي كتابه، ده القران، لا دي الشاهدين. هو بص الساحر لازم هتلاقي في حاجاته لفظ الجلاله ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم او ايات قرانيه معكوسه او من هذا القبيل. لا دوت لان هديه للشاربين والكلام ده يقولون دي تقريبا، اصل في بيبقى سحر اللي هم بيجوا حتى النساء على يقول لك عايز اعمل سحر محبه جلد، جلد بالقران، بيتصل عليه ناس كتير يا شيخ عايزين نعمل جلد بالقران، لا ما اسمه سحر، ما اسموش جلد بالقران ولا حاجه. انا امبارح بفتح طلعت منديل امبارح، لا دي حاجات مثلا الدبوس ده هنفتحه دلوقتي، في منديل امبارح، ده منديل، دي الحاجات اللي هي لان الشنطه دي كلها مغلق، حاجات مغلقه اهو فاهم. ده المنديل اعزكم الله، يعني المنديل ده بيستخدمه الساحر، ده بيبقى اما فيه نجاسات ولا حاجات من هذا القبيل، وطبعا كلنا فاهمين هذا الامر، فيبقى سحر مجرم اما لتفريط يا حبيبي ده منديل اهو، ده منديل. طبعا سبحان الله الحاجات دي عشان حاجات ورقيه ومكتوبه وفيها طلاسم وكده، دي ما ينفعش تروح البحر. ففعلا الروايه اللي جات لنا ان هم فعلا ابطلوها، وانا كده بنحسن الظن في الناس دي، لان الحاجه دي الورقيه ما ينفعش راحت على البحر تتلف. في اشارات في اشارات وفي نجمه ديت موجوده، ما اعرفش باينه ولا لا، يعني احنا الكلام ده يعني حرف الهاء كل ده احنا مش عايزين نشغل الناس بهذا الامر. لكن امبارح وانا بفتح يعني بالليل انا فتحت واحدتين من على الحاجه المفتوحه عشان اتاكد، لان قد يكون دي احزاب اللي فعلهم واحد فعلا، لان هو بيستخدم دائما لقاء الجلد. سلام عليكم يا استاذ. كل سيستم واحد بيحط في لقاء الجلد. بارك الله فيك. وفعلا يبقى ده يعدد الروايه اللي جات لنا ان دي تلاقيناها في اوضه الشخص، في اوضه الشخص، لان هو منهج واحد ساحر كان يؤذي الناس، هو مات الان. يعني دي رساله لكل ساحر، الله لا يسامحه سبحان الله. يعني هو مات، هو نفسه هو ربنا يسامحه سبحان الله، يعني حياته انتهت. ده الكلام ده رساله لكل ساحر، وعلى فكره السحره كتير هيشوفوه، دي رساله لكل ساحر بيضر الناس او كل حد يظلم الناس. انت نهايتك هتنزل في القبر، فانت مت، انت نجحت انك تدمر ماشي، نجحت انك تفرق، نجحت انك تكون سبب في قتل حد ماشي، بس ده كله بامر الله. امال هو في جنه ونار ليه؟ لان النار لكم ايها السحره والجنه للمظلومين. انا دوت فتحت كده بس وقلت انتظر حضرتك يا استاذ ايمن. دي ضوافر يعني ده معمول ضوافر واثر من الشخص. دي ضوافر بقى يعني ضوافر طائر مع شعيرات، ما اعرفش باين، لا مش عايز برضه نقد الناس بهذا الامر، انا كده شغال كويس يعني شوفي ضوافر، شعر، اربطه، عقد،
احنا نوريهم برضه للناس. يعني ده مثلا مش تبقى للناس تشوف ده سحر معمول لشخص، وتقريبا الشخص ده كان في السن شعر ابيض، يعني نص شعر باين. طبعا مش العقد، ضوافر شيء، اظافر الضوافر شكلها عامل ازاي يعني الطير. دي طلبات شياطين يا استاذ ايمن، حتى ينفذ هذا السحر طلبات شياطين. الشيطان طلب منه ان هو ينفذ هذه الامور حتى ينفذ طبعا السحر ده ينفذ شره. السحر ده ينفذ طلبات الشيطان الاول عشان هو معوضه، يعني ياخد المصحف يخش جوه الميه يتبول على المصحف، يعمل حاجات يحط المصحف في القعده عزك الله عشان يجيبوه. طبعا ده شخص اهو، الشخص ده الله اعلم. طبعا السحر ده يا جماعه لا تقلقوا ابشروا، السحر ده لا ينفذ الا بقدره الله، ربنا اراده. يعني ممكن السحر ما يكونش نفذ، وممكن يكون نفذ. السحر ده قد يكون وقتي قتل شخص، دمر شخص. ده اهو شوف عقد من العقد المشعب واظافر طير، دي طلبات شياطين مع نجاسه يحطها. ماشي، كل دي طلبات شياطين. يعني انت شفت حضرتك دي عقد. في سؤال مهم يا استاذ ايمن، اللي هو هل السحر يبطل بفك هذه الاشياء؟ ده سؤال مهم، انت سؤالك اللي انت سالته لي. هل لازم نبطل هذه الاشياء نفكها حتى يبطل السحر؟ ابدا. قال الله عز وجل، قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. انا نؤكد ده باكدها ليه؟ حتى تطمئن الناس. لا، ممكن ده يبقى السحر في بطن الحوت وربنا يبطله. يبقى مش شرط فك الاسحار لابطال الاسحار في شخص في جسد البني ادم نفسه. مش خلاص ده يا استاذ ايمن؟ دي طبعا بقيه الحاجه اهو، بقيه الضوافر دي طبعا ورقه بقى فيها الطلاسم. يبقى الشعر باين يا استاذ ايمن عندك؟ باين. ماشي، افتح لنا كشف نفتح بيه. شوف بسم الله بسم الله. طبعا ده اللي كنت عايز ارد عليه وانا بفتح. طبعا الانسان لازم يبقى ايه؟ الاذكار الصباح والمساء، مستعين بالله. والعقيده اهم حسن لك، العقيده اللي هي ما فيش ضرر هو يلا بامر الله. ماشي، ايوه الاستاذه كده بتذكر ربنا، انا مبسوط بيه. يبقى اقول اعوذ بالله من الشيطان. تعليمي بقى لو لقيت حاجه، انا في قاعده عندي يا استاذ ايمن، كل ما يشك انه سحر نعمل معامله سحر. تلاقيت ورق عندي في البيت قدام الباب متطبقه مكتوب فيها احمر طلاسم، اعملها معامله السحر لحاجتين. ممكن يكون سحر، وممكن الوسواس الشيطان يوسوس لي انت ما قطعتهاش، طب حصل لك مشكله النهارده فارجع عليها. ده الكلام ده مش بنكمل الناس. كل ما يشك انه سحر نعامله معامله الاصحاب. انا شايف برضه شعر بيظهر معانا كده واحنا بنفتح. طبعا دي ما هو معمول الشعر ده الاثر. مين اللي جابه يا استاذ ايمن عشان يسحر هذا الشخص؟ مين اللي طلع الشعر ده؟ مين اللي جابه؟ حد قريب من هذا الشخص او حد قريب، اكيد حد موجود معاه يقدر يحصل من الاسحار. بتبقى كده، بتبقى من حد قريب. دي طبعا ورقه لسه اول مره نفتحها اهو. بسم الله بسم الله. انا عاملها بختم كمان. نوضح للناس بقى ايه موضوع الختم ده. لا دي طلب برضه حاجات، دي حاجه زي حاجه ابدا يعني مش مطلوب حاجه لسه فاتحها طبعا. فممكن تكون مسحوره برضه. لا دي بيبقى هم عاملينها وبيستخدموا رصاص وحاجات زي كده. دي طلبات كلها من الشياطين. الحاجات دي كلها شركيه كفريه حتى يصل هذا المجرم لتنفيذ طلبه. لذلك لما حد يجي لي البيت يقعد يقول لي تحط ورق تحت المخده وورق مش عارف ايه، ده ساحر، اسلوب ساحر. ما تدخلوش الاشخاص دول بيوتكم. تمام يا استاذ ايمن؟ هنا بقى الحروف. لذلك الحاجه الثانيه لما يجي لك حد يقول لك اصل انا علمني اداني ورقه مكتوب عليها حروف. يقول لك اداني ورقه مكتوب عليها حروف وحاجات. يا شيخ والله فيها قران بس فيها حروف. دي اسلوب السحره. الكلام ده قلته في فيديوهات كتير يا استاذ ايمن على صفحتي. لغه الحروف والارقام والطلاسم اسلوب سحره مش معالي قران. ادي ساحر اهو، وبيؤكد كلام اللي انا قلته لكم على مدار السنين اللي فاتت. الارقام والطلاسم اسلوب سحره مش معالي قران. ادي ساحر اهو، وبيؤكد كلام اللي انا قلته لكم على مدار السنين اللي فاتت. تمام واضح يا استاذ ايمن؟ الشعر موجود جوه؟ ده مليانه شعر. ده سحر رسمي. ده بالختم بتاعه بالاركان. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. طبعا يا احباب احنا هنفك الكلام ده اهو قدامكم اهو حتى تطمئنوا. حتى تطمئنوا، كل ده سيفك. بس انا عايز طبعا ابقى مستعين بالله اي الاذكاري حتى تطمئنوا يعني. وبعدين الاذكار دي الكلام ده حفظ. يقينك والعقيده السليمه ان النافع والضار هو الله، هي دي اكبر حسن لك. بسم الله والله اكبر. ده انا بتلف، انا هحرق هذا الكلام. امبارح وانا كاتب ان هنحرقه ولا الشخص يحرقه، في شخص داخل قال لا يا شيخ ما يتحرقش. لا هو ورد في السنه. السيده عائشه قالت افلا احرقتها بالسحر؟ لا السحر يحرق. اللي يحرق الحاجات الورقيه دي تحفه، انما لو حاجات هتفوح ريحه وتعمل ريحه جامده لا نحرقها، لان هتتشم. هي الحاجه معلش لها ريحه وحشه فسامحونا يعني، بس ربنا يبارك فيكم والله ويجازيكم خير على اللي انتوا بتعملوه دوت. حاجات لسه بقى. انت عايزنا نفتح حاجه مثلا ولا لا هنفتح غير اللي فتح ده؟ هنفتح كله يا استاذ ايوب؟ لا مش كله، مش هنفتح كله، هنفتح جزء كده. لا كده انا هفتح كله لان هنتلف وهنعمل. بس انا كنت حابب اطمن الناس من ناحيتك، ده جلد جامد جدا. ده تقريبا ده هيبقى. بصوا يا احباب، بصوا يا استاذ ايمن، الاسحاره اهي لسه في اسحاره اهي.
دي الورق من اللي فاكره امبارح الاستاذ ياسر اصحى رحيم ربطه اهو. خلينا نطلعها لك حاجه لا ده مكتوب. هو امبارح يعني الراجل الشخص بصراحه حروف. احنا كده في انواع اسحار تمت علينا، السحر اللي هو بالنجاسات، وفي سحر بالعقد والطلاسم، يعني سبحان الله. السحر مر علينا باجزاء من الطير باجزاء من الطير يعمل السحر كده. ديت المفروض هم اترمت على البحر فعلا للي احنا قلناه، ان الناس اهل الراجل ده عايزين يتلفوها، سالوا حد قال لهم في البحر هم خايفين. انما الحاجات الورقيه دي ما ينفعش فيها البحر. يعني الاستاذ ياسر اللي شافهم امبارح على البحر، انا بكرر اسمه معلش لان هو يعني له فضل في هذا الامر، ربنا يسدده، لان احنا كنا هنتهمه يعني. بس الحاجات دي ما ينفعش تروح البحر تتلف، لان فعلا الميه في البحر الميه نفسها تتلف الحاجات الورقيه. فدي المفروض هو كان عينها في اوضته فعلا، عامل سحر وعينه عنده. متخيل كميه الشياطين كانت عنده عامله ازاي؟ اهوت ولسه فيه. هم عدوهم امبارح من قرابه ال 50. بص يا استاذ ياسر، طبعا الكلام ده يا احباب كله هيتحرق. طبعا جت على اكل الكتاب يا استاذ امين، وهتشوف عند حضرتك هيقول لك انا اسمي موجود ولا لا. انت ايه رايك؟ ده اسمه موجود خلاص احنا بنطمن. لا، اللي موجود في الاسحار دي اخويا واختي وابويا وامي وابني وبنتي. يا جماعه كلكم كده، كلكم كده. اولا انت مع ربنا واسمع الرقيه واستعن بالله، ولياتي كل سحر السحر ان الله سيبطله. ده شرط، ده ربنا سبحانه وتعالى طلع علينا دي. انما الاسحار ربنا يبطلها ان شاء الله. بصوا متكلف على فكره، جلد طبيعي يا استاذ ايمن ده يعني. الله منتقم، الله منتقم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما شاء الله. ده يعني يبدو ان اللايف بتاعنا ده هيكون يعني بدايه لحرب على الصحراء، لان الناس توكلنا على الله، وده الناس في غايه الحزن وغايه الزعل. نعم. وكله بقى يعني بيحاسب ربنا سبحانه وتعالى، يعني تكون بدايه كده للوقوف امام الصحراء. الحقيقه يا استاذ ايمن، انا راجل ربنا جعلني بحاول اساعد الناس. الحقيقه ان كميه ناس مسحوره لا حصر لها. امر اليومين دولت لا حصر لها، امر شديد جدا جدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزك انت يا استاذ ايمن تطمن الناس، انت صوتك مسموع ما شاء الله، طمن الناس ان يا جماعه لا اسم ولا حاجه. انا اصلا مش منهجي حتى لو لقيت اسم حد، لا اسم ولا حاجه. ده بقى ده الطلاسم الشيطانيه هيبقى فيها ويدمر والموت والتعطيل دي كده. انا مش عايزك تحقق فيها قوي يعني. عشان هل ممكن يذكر ربنا؟ ممكن يذكر القران بالمعكوس يعمل مجرم، لان دي ما تخافوش يا جماعه. بسم الله، السحر ان الله سيبطله ولا يفلح الساحر حيث اتى. لا تخافوا، لا تخافوا، ابشروا. هو تفك حاجات كتير، كل دي ورق كبير. ديت حاجات اهيت. هو سبحان الله ميه البحر شوفوا يعني عملت ايه في الورقه. بالنسبه يجي يقول لك في واحد جنة البيت عشان دي الغوص في طلاسم كده وفي حاجات، يقول مش عاوز يروح على انه يعالج الناس يا استاذ ايمن. فسبحان الله كلمه الغوص هي كل اللي يسمعها بقى واحد قال الغوص عنده هو ساحر، عشان بس احنا حذرنا من الكلام ده. لا اله الا الله ده مثلا لجلب الرزق مثلا ولا حاجه، فيقول لك ايه يا رزاق يا رزاق يا قاضي يا قاضي. ده على ان جلب، شفتوا بقى الحاجات النجاسه اللي شفناها، بس ده على ان بقى دي حاجه. انا مش عايز الناس تحقق يعني برضه يعني احنا كده، ده على ان حاجه للجلب. واحنا قلنا في ناس يتصلوا عايزه حاجه جلب بالقران، ما فيش حاجه اسمه سحر. اسمه سحر. كل هذه الامور اطمنوا يا احباب، ولا يفلح الساحر حيث اتى. ما فيش حاجه اسمها جلب بالقران، في حاجه اسمها سحر وشرك بالله عز وجل. دي كميه اهيت، وده ان شاء الله بقى احنا هنتلف السحر. تخيل كل الراجل اللي مات دوت ولا الست اللي ماتت ده ضار الناس قد ايه؟ ده اللي احنا اطلعنا عليه. ده الجزء اللي هو واقف اللي هو عنده. اكيد في حاجات بره، في حاجات مطلوبه انها تترمى في المصارف، في حاجات انها تحرق. اسحار تحرق، في اسحار ترش. يا جماعه كل ما يشك انه سحر. يعني انا طالع من باب البيت لقيت ميه مرشوشه على العتبه، ده حصل مع ناس كتير صح؟ كتير. ما تخطيش الا لما تسمي الله، اقرا على الميه، كب وامسح. دي حاجتين والله. هو المعظم مش هيبقى سحر. لما يجي ساحر يرش حاجه على الباب، المفروض انت ما تشوفهاش عشان نقع في الفخ صح؟ فالمفروض ان انا اخط عليها، انما تبقى باينه كده انا هقف. احنا كبشر مش هخط على حاجه مش عارفها، ده طبيعتنا يعني. ليه الناس بقى اللي مش في دماغها؟ فانا اقوم مسمي الله، ماسح الكلام ده، قارئ على الميه وراشش وماسح وعدي، حتى لا ياتيني الوسواس. لو حصل مشكله في الشغل هنسيبها الميه المرشوشه وعديت عليها. فيا جماعه كل ما يشك انه سحر عامله معامله السحر. طب انا اتلاقيت بقى يا شيخ دلوقتي في الشارع، اتلاقيت ده في البيت، اتلاقيت ده في العربيه، ده بسم الله انت اهو بصلي. ايوه قايل اذكارك، بتقرا قرانك تمام. شوف الحاجات دي مهمه ازاي. اقوم كده بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد. انت بتعمل اللي انا بعمله ده. نقول تاني: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. مصحف صغير. وقل جاء الحق، ماشي، وما يبدأ الباطل وما يعيد. ده اللي احنا بنقول عليه حجاب. ده حجاب. احنا كده مرينا على كل حاجه. سبحان الله، احنا لقينا كل حاجه في الشرطه. والله الله اكبر، الله اكبر. كده سحر نجاسات، سحر عقد، سبحان الله، اشياء من حيوانات وحاجات ميته، وده حجاب. ده حجاب طبعا هيكون اتباع بمبلغ كبير، يعني مش يعني ده متباع، ده كان متجهز او هو عامله لحد او هو ما لحقش يديه لحد. ده حجاب. ليه بقى حجاب يا سيدنا؟ لان هو في ايات قرانيه. طب ما هو راجل طيب اهو، برضه هنقع تاني في الوقعه دي. يعني احنا ورينا، فربنا سبحانه وتعالى بيورينا كل حاجه. والله احنا فاتحين مع بعض، احنا مش فاتحين دلوقتي يا استاذ ايمن، مش فاتحين يا استاذه دلوقتي. الكلام ده كله اهو، ده حجاب. الحجاب ده هو بيعمله. طب ما هو في قران يا شيخ، انت بتتكلم ليه؟ لا، اولا ما فيش حاجه عندنا اسمها حجاب في الاسلام. في حاجه اسمها اذكار، حصن نفسك بالقرب من الله. ده سبحان الله، سبحان الله، ده حجاب شركي. ده حجاب شركي. انا بتعلق على انه ينفعني ويضرني. لا، الضار والنفع والله، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. بسم الله الذي لا يضر. اهو قران يا شيخ. ايوه ايوه، لان القران في المصحف. خش على المصحف، اقرا في المصحف. انما هذه الامور كلها، كل ده هيتلف، كل ده هيحرم بفضل الله. الناس بيضحك عليها، حتى لها حجاب عشان هي ما بتخلفش، عشان تحمل وتعمل لها حجاب وتدفع الوفات. اعرف ناس فلست في هذا المجال، في ناس اشترت بخور، في ناس اشترت في هذا الامر. طبعا ده شديد شويه. متشوقين نفتحه ولا ايه؟ رايكم نفتحه ولا نشوف ايه اللي جواه ده. برضه انا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله، الله اكبر. هو تقيل كده وزاد جواه حاجه، عشان كده استاذ ايمن قال لي نفتحه. جلد جامد عشان نستحمل السنين. يعني المفروض يتعمل له الشخص ده لو هيعيش 2 سنه يفضل مسحور، واخد بالك يا استاذ ايمن؟ يفضل يعاني في حياته. بس هم الله مطلع، الله يرانا، ولا حول ولا قوه الا بالله. ويتامن كده. الحاجات دي مش المفروض تبقى مائيه. هم اهل الحاجه، ربنا يصلح حالهم. تقريبا كانوا عايزين يفسدوها ويخلصوا الناس من شر من مات يعني. ويا ريت يا ريت يعني مناشده استاذ ايمن، اي حد يشك ان عنده حد ساحر ولا حاجه يبتدوا يحاربوا. خلينا ايجابيين. احنا وصلنا لبعض ازاي؟ احنا وصلنا لبعض ازاي يا استاذ ايمن؟ بالميديا اهوت، وانتوا اتحركتوا، الله اكبر عليكم، واتحركنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجباب جوه جباب على ان هيقعد ابد الظهر. لا يعلمون ان الله على كل شيء قدير. اوقد لا ورينا للناس مضبوط ازاي، ويشوف جوه الجلد وجوه حتى يعني يعيش طلبات شيطانيه، اسحار. وده اهو، ده في ناس على ان بتعالج تعمل المثلثات دي وتبدا يقولوا حطها تحت السرير تحت المخده. شفتوا يا جماعه السحره بيعملوا ايه؟ ده مش معالج يا جماعه، ده مش شغل معالج، ده شغل ساحر رسمي. في ناس معالجين بتتخذ هذا الاسلوب. بسم الله والله اكبر. هل دي فيها حاجه؟ هل كان فيها نجاسه؟ هم ما شاء الله الميه برضو ايه يعني اتلفت الحاجه خالص اهو. انا بحاول بس ايه نوريكم. هو للامانه كان الكلام ده ممكن يتعمل في السر، بس عشان حصل ظاهر امبارح. استاذ ايمن انت طبعا كلمتني الدنيا مقلوبه، فاحنا قلنا نعمل هذه ايه، نقتلها قدام الناس. حاجات اتمسحت من الميه، ولكن كتابات برضه هي. عايزين نفتح ده. بسم الله. نحل العقد دي، نحل العقد معايا، نحلها ان شاء الله. ان شاء الله. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبطل كل سحر. اللهم يا من تملك الزمان والمكان ابطل كل سحر اينما كان. وليس شرط، ليس شرط. في ناس شغل الناس هنخرج لك سحرك وهات لنا كذا عشان نطلع لك سحرك. الكلام ده مش مظبوط يا احباب، مش مظبوط. بسم الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايات قرانيه داخل عليها طلاسم وحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم مكرره، حروف. على فكره بيبقى ملوك الجن بيكتبوا اساميهم. ملوك الجن مارد بتاعي يكتب اسمهم، يستدعيه يكتب اسمه، ماشي، ويقوم دخل ايات قرانيه في النص. ده سحر، ده سحر معقود مربوط كده يا احباب. السحر اتفك. طيب هل شرط بقى ان الشخص يبقى كويس بنسبه كبيره؟ السحر خلاص اهو، بس في السحر ده له اركان يا استاذ ايمن. الكلام ده مهم. لازم ساحر
ولازم مسحور ولازم ماده سحر اللي هي دي ماده الاسحار. طيب الشياطين بتعمل ايه؟ بتكلف خادم السحر قد يخترق بدن الانسان وده في حالات كثيره. فالشخص نفسه بعد فك هذه الاسحار يلتزم بالاذكار والعبادات. خلاص الامر بقى اسهل. نفتح دي برضه. بسم الله. انا بقول على اللايف يعني انما انا كل ده خلاص هيتفتح اخر واحده وكل ده نتكلم شويه مع الناس. ايوه بارك الله فيك. وطمنوا الناس يا استاذ ايمن، مش طمنوا الناس ان لان الناس هتخش لي يا استاذ ايمن طب يا شيخ اعمل ايه وخايفه يعني. لا طمن الناس ان انت واذا سالك عبادي عني فاني قريب. انا زيك، انا ما عنديش خصوصيه، بس انا بوجه الناس في امر هم يتخذوه ولا يخافوا. طلاسم وحروف سحر، ده سحر يعني معمول لشخص لتدمير حياته، لان معمول بكذا يعني متنوع. في اسحار بقى تانية بتتحط في المقابر تتحمل لو في ميه طفحت ولا حاجه، مش دي. في بيتعمل على عظم، وشفنا فيديوهات قبل كده يا استاذ ايمن معمول على عظم. هو الحمد لله يعني اتلفت في الماء في من هذا القبيل. طبعا في حاجات هو كان مطلع حروف اهي، حروف لغه سحره واو لا اما بيفك اسمه ماشي اسمه فيعملها حروف كده ويحط ارقام زي ما الشياطين طالبه منه يعني. كل ديت شايفين ناس كتير يا جماعه في اللايف طالبه التواصل خاص. لو في اي اسئله شيخ محمد معانا اهوت واحنا معاكم. احنا معاكم، ولو في اي اسئله اكتبوا على اللايف واحنا هنجاوب عليها. معظم الاسئله هتقول لي ان هم البورسعيديه اسم مكتوب فيا جماعه هسيبكم الاسم مكتوب. الاسحار بتتلف امامكم اهيت وهتحرق وهتدمر بفضل الله. سيبك من اسمك كده، اعتمد على الله، توكل على الله. الامر ده لا يسبب لكم ذعر. احنا بنعمل الفيديو ده يا استاذ ايمن مش لطمأنة الناس، طمأنة الناس بس عشان الناس ما تخافش، بس ده اللي احنا عايزينه، الناس ما تخافش. شفتوا كميه اسحار قد ايه يا احباب؟ دي اسحار عند شخص مات والوقت يسال امام المولى عز وجل ايها الساحر ستموت، دمرت فرقت شردت اطفال جعلت شاب ينتحر، بس ستموت ورب العزه ستموت ويبقى عملك. السحر ان الله سيبطله. شيخ حضرتك في الست انت معرض للاذى؟ بص يا ست الكل، ما انتوا معايا اهو. احنا اتفقنا على مبدا في الاول ان ما لا يضر ولا النافع والضر هو المولى عز وجل. لذلك انا بقول اكثر حصن للانسان هي العقيده السليمه. يبقى ايه؟ يبقى انا دلوقتي اكبر حصن ليا عقيدتي تبقى سليمه. عقيدتي تبقى سليمه ازاي يا استاذه؟ لسؤالك عشان الناس ما سمعت صوتك دلوقتي، لان الحريم اكتر النساء اكتر هم المهتمين بهذا الامر. انا دلوقتي صحيح ده سؤال مهم. انا دلوقتي بسم الله اتاذى. بصوا يا جماعه، لابد ان يكون في يقيني ان النافع والضار هو الله. حتى في ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. تخيل الاصحاب دي مش كلها تنفذ. تخيل السحر ده ممكن يقعد سنه واكثر عشان ينفذ عشان يتم، لان ربنا مش رايد في هذا التوقيت. وان شاء المولى عز وجل هل ربنا سبحانه وتعالى يرضى لنا الظلم والهوان والتفريق والقتل؟ ابدا، والله لا يحب الفساد، ولكن لحكمه في جنه ونار. الساحر صنع هذه الاشياء هيلاقي ربه بقى وحسابه. المظلوم ده قد تاتي هذه المظلمه بتاعته يبقى سبب في دخول الجنه. طيب انا ممكن اتضر برضه، ما انا مش هتضر الا باراده الله. ولذلك الكلام ده ليا ولحضراتكم وللمستمعين، وما هم بضارين به من احد الا بالله. ان شاء المولى اضر ساضر، طب ان لم يشاء لم يكن. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اجتمعوا من دول الانس والجن، لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله لك. عاوزين بقى شيخ محمد يعني كده شويه نصايح بقى. خلاص الاسحار نسيبها وبامر رب العالمين. احنا بنشكرك على ابطالها وربنا يجعلك دايما تخدم الناس ما تعمل كتاب الله صلى الله عليه وسلم وتحارب السحر والساحرين. الله يحفظكم. احنا عاوزينك بس شويه نصايح بقى للناس والناس تتعامل في حياتها ازاي عشان احنا خلينا هاجي مع حضرتك. تعال اتفضل يا حبيبي. طبتم وطاب ممشاكم. وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم امين. خلينا نقول ان احنا في حاله فزع، يعني مش عاوزين نكتر على الناس عشان احنا ورينا الناس كل حاجه، لكن احنا في حاله فزع. كل الناس داخل كل البيوت بتتكلم عن السحر. نعم. وبترجع كل ما يحدث في حياتها للسحر. ربما يكون جزء من ده حقيقي وجزء غير حقيقي. انا كإنسان اعيش ازاي عشان اكون في حمايه من السحر والشر؟ شويه نصايح بقى للناس تختم بيهم مش علق على حضرتك. الله يبارك في عمرك. هما جزئين، اعمل ايه عشان احصن نفسي من الاسحار والكلام ده، والشق الثاني اهم. هبدا بالشق الثاني يا جماعه. معظم الناس عندها فوبيا الاسحار. انا عايز اقول لكم مفاجاه الان، اصابه العين والحسد اشد من السحر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق
وان العين لا تدخل الرجل القبر، والجمل القدر. تدخل الرجل القبر يعني تقتل. انا اعرف ناس، وحتى العين تسبب انتحار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لا تولع بالرجل باذن الله. شوف لفظ النبي، باذن الله، لا تكون الا باذن الله. تولع بالرجل يا استاذ ايمن، يعني سامعين يا احباب؟ تولع يعني المحسوب ده مخنوق. في ناس بتروح تعمل جلسات في المستشفى حسدا ويطلع ويرجع تاني هو لازم القران، لان العين اصابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لا تولع بالرجل باذن الله حتى يصعد حالقا ثم يترضى، يعني ينتحر. ده القول النبي صلى الله عليه وسلم. الامور دي كلها يا استاذ ايمن لا تاتي الا بدليل، حتى لا تغش الناس. معلش انا بحاول استغل الدقيقتين دول في الحاجات اللي انا عايز اوصلها. ما في حد يجي يقول لي انا هعمل لك وانت سحرك وانا قاعد معاك كده. استاذ ايمن انت معمول لك سحر ومدفون في اسوان، في محافظه اسوان. الكلام ده دجل نصب، الكلام ده مش موجود في الدين. انا ايه اللي عرفني؟ دي اتصالات شيطانيه. يبقى انا شخص مصاب، ده مش معالج يا احمد، ده مش معالج، ده ممسوس مشعوذ او عايز استغلك. طب السحر هناك وعايزين نقتله وعايزين فلوس عشان مش عارف نجيب بقى فلوس ونبدا نصرف ونبدا نشتغل. فلا تنجرفوا. في تشديد هنا مهم، ان انا لا اذهب الى كاهن وعراف. الكاهن ده المدعي معرفه الغيب. طب اقول حاجه كده وتقول لي فيها مؤيدك او معارضك. ايوه من دخل سكه الدجالين والعرافين فلن يخرج منها ابدا. الله يبارك في عمرك، والله ده مشاهد وحقيقي ما شاء الله عليك. اذا دخل سكه المعلومات دي جايبها منين؟ فلن يخرج فلن يخرج منها ابدا. يعني نحذر الناس من ان هو يروح لاي حد غير شخص يثق فيه ان هو يعني يعالجه بالقران. ان لم يجد فلا يذهب لاحد، وهذا هو الافضل. تأيدني؟ يلتزم القران والدعاء. والله لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين، قالت السيده عائشه دعا فدعا، دلاله على استاذ ايمن الحاح في الدعاء. ادعي ربنا ان لم تجد. اي حد في محافظه ثانيه طبعا ما شاء الله صدقه موصل، اي حد في محافظه ثانيه مش لاقي حد ما يروحش، لكن الشيخ ده عنده بركه وعنده كرامه. اوعى هتخش هيدخلك في سكه مش هتعرف انت تخرج منها. زائد ان هذا المشعوذ صدقني بيته خربان وعياله متدمرين وكل ده، لانه اصلا كان نافع نفسه. انا هخرج من الصوره وهسيب حضرتك لمده دقيقه كمان مع جمهورك. هم كتير على فكره، معانا عدد كبير. لا ده هم عشانك انت. لو حابب توجه رساله نصيحه للناس، الناس تتذكرها كده يمكن ينجو بيها ويتذكروا بها الشيخ محمد. الله يبارك فيك. سمعنا مره حد نصحنا نصيحه وكانت لينا نجاه. الله يبارك في عمرك يا حبيبي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبابنا الكرام لا تنفزعوا، هدئوا، اطمئنوا. الكون له خالق، لا يكون هذه الاسحار ولا تنفذ الا بمراد الله عز وجل. وربنا قال في القران وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ولا يفلح الساحر حيث اتى. لا يفلح. ممكن تؤثر ولكنها لمصلحتك. طب يا بيت انا يا شيخ انا بيتي اتخرب وبتاع، ابشر، الدنيا ستنقضي ستنتهي. ابشر بملاقاه المولى عز وجل، يبقى الفوز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الجنه فوز يا احباب. لا تنفزعوا. عليكم بالقرب من الله قبل التحسين. واقول لك واذكار الصباح والمساء وقراءه القران يوميا، كل دي تحسينات. لازم تبقى عقيدتك سليمه ان النافع والضار هو الله. لا يكون شيء في هذا الكون الا بمراد الله عز وجل. اطمئنوا وابشروا. الاخوه استاذ ايمن عايزين يعرفوا اسمهم ولا لا؟ ما في اسامي. السحر بيحطوا حروف ولا حاجه. كان في بيعملوا صور كده على المقابر، صور ويلاقوها في المقابر ولا حاجات مكتوب عليها طلاسم وصوره لشخص. معظم هذه الصور حيل. الشخص ده نصاب ولا حاجه وعليه ديون وعليه فلوس الناس، فينزل صورته عشان الناس تتعاطف معاه. زي ما بنتنشر هذه الامور بتتنشر بسرعه زي النار الفلاشين. انما يا احباب انتم عليكم بالقرب من الله، يبقى على يقين ان النافع والضار هو الله. لا يكون شيء في هذا الكون الا بمراد الله. حصنوا انفسكم بالقران وبالاذكار وبالقرب من الله. والبيوت دايما يبقى فيها الذكر. اسعدوا، اتفسحوا، اتبسطوا، بس يبقى بيوتنا لا تخلو من الذكر. هل فتحت القران؟ طب احنا في رمضان القران يفتح. خلي هذا القران بيدنك ولو صفحه يوميا. هذا هو كلام الله عز وجل، كلام الله البركه الشافي الكافي. تكلم به المولى عز وجل حقيقه بالكيفيه التي يعلمها، ليس كمثله شيء. وننزل من القران ما هو شفاء. هو الحفظ. احنا البشر احنا جسد وروح. إذا انفصلت الروح عن الجسد خلاص نبلى. الجسد له غذاء اكل وشرب، وان مرض يذهب للطبيب. الروح بقى غذائها كلام الله عز وجل. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. تمسكوا بكتاب الله وخلي عقيدتكم سليمه. وبطمن الناس الاسحار دي يعتبر الاسحار دي خلاص توكل على الله، التزم الاذكار. اي حد عايز سؤال ولا حاجه ممكن يجاوبه في السؤال. اطمئنوا. بس هو كانت رساله طمأنة. بارك الله في سعيكم عشان تطمئنوا من هذا الامر ولا تنزعجوا. صلى الله عليه وسلم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني متابعينا ومتابعي كايرو لايف في قناه القاهره 24. شايف اللي احنا كنا فيه النهارده الحقيقه كان امر هام جدا ان احنا نكون موجودين مع الشيخ محمد ابو الحمد. عشان الناس اللي ما حضرتش معانا من الاول، في واحد اسمه الاستاذ ياسر لقى شنطه فيها 50 سحر موجودين على شط مدينه بور فؤاد،
وبدات تحصل حاله من الفزع، والناس تسال الاسحار ديت اسامينا فيها ولا مش فيها، وتحاول تتواصل. الشيخ محمد حد من المعروفين هنا في محافظه بورسعيد ان هو بيعالج بالقران وبيساعد الناس ان هو يعالجهم بالقران وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل طبعا عشان هو رافض للسحر ورافض للسحره، وهو دائما عدو لهؤلاء. فتدخل وجاب الاسحار، واحنا كنا موجودين، فاتصلنا بيه واستاذناه واستسمحنا ان احنا نكون موجودين معاه النهارده، وان احنا نفتح الاسحار دي قدام الناس. فتح الاسحار قدام الناس يا جماعه لها اهداف كتير. اول حاجه زي ما الشيخ محمد قال، نطمن الناس. الشيخ محمد كان ماسك الاسحار بايده، كل اللي قاله لا قال قدامنا حاجه، ما قالش الا كلام الله عز وجل، لكن هو جواه من اليقين، وهي دي كانت رسالته النهارده. طول ما انت يقينك جواك بان انت ربنا سبحانه وتعالى حافظك وحميك، فانت في حصن ربنا سبحانه وتعالى اللي اقوى من كل الشياطين وكل الجان وكل من ممكن تخافوا منه. الحاجه الثانيه اللي قالها الشيخ محمد حاجه مهمه جدا، وهي دي النصيحه اللي احنا لازم نطلع بيها النهارده. قال ايه؟ قال ان السحر اقوى من الحسد، الحسد اقوى من السحر. يعني الفزع اللي معمول ده، الفزع اللي معمول قدام حضراتكم ده بالاسحار اللي فيها مش عارف شياطين وطلاسم وبتاع، السحر اقوى منه. طب نتحصن ازاي؟ نتحصن الحسد. نتحصن ازاي؟ اول حاجه في الثقه في الله، رقم واحد، واثق في ربنا، بتعمل اذكارك، بتعمل صلواتك ثابته، بتقرا القران زي ما الشيخ محمد قال، ما تخافش من حاجه الدنيا، ربنا هيهديك. بنشكركم، معلش طولنا على حضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يحميكم. وبنشكرك تاني يا شيخ محمد على الهواء مباشره على طمأنة الناس.